اول وصفه غادي نستعملوا الوصفه ضد الحبوب، المشاكل ديال الحبوب، وسواء حب الشباب او الحبيبات الصغار اللي كيكونوا في البشره، ولا كذلك حتى البشره الحساسه اللي كيكونوا فيها دوك الحبيبات اللي ما كيبانوش. هنا غنستافدوا من ماده السيليس اللي عندنا في الروز، اللي كتصفي لنا البشره وكتحميها من التعفنات. شنو غناخذوا في هذه الوصفه؟ واي وصفه طبيعيه بغينا نستعملوها للبشره ديالنا من الروز كناخذوا كنتبعوا هذه الامور. هذه اولها اننا الروز كنفوروه، اذا ما ناخذوش الروز نطحنوه هكاك، ولا الروز نسلقوه ومن بعد نستعملوه. فدابا اخر الوصفات واخر الامور الطبيعيه اللي كنستافد منها البشره بهذه الطريقه. الروز كنفوروه وكنطحنوه. اذا الروز مفور ومطحون 2 معالق كبار، الماء ديال السالميه مطبوخه 3 ديال المعالق كبار، والعسل الحر معلقه كبيره. اذا نعاود، معلقه كبيره من العسل الحر، كنزيدوا عليها 3 المعالق كبار ديال الماء ديال السلميه مطبوخه، و2 معالق كبار ديال الروز مفور ومطحون. غنخلطوا هذا الخليط هذا كامل حتى يتخلط، وكنوضعوه على البشره ديالنا، كنخليوه مده ديال 40 دقيقه وكنغسلوه. العمليه كنديروها مره واحده في الاسبوع، وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور.